السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وفطار جديد. هنعمل مع بعض فطار حلو قوي هيعجب كل المشاهدين ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو لو الفيديو بتاعي عجبكم. هنعمل النهارده فطار اليوم ال16 من شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنعمل اول حاجة كده عصير. هنعمل عصير برتقال بالجزر. قطعت برتقال وضفت عليه جزر، ما سلقتوش ولا اي حاجه. عملته كده على بعضه، حطيت السكر والميه ضربتهم في الخلاط. اهم حاجه ان احنا بقى نصفيه كويس قوي. وبعدين هركنه كده على جنب، مش هيمرر ولا اي حاجه، يبقى طعمه حلو قوي. هنبتدي بعد كده ان احنا نعمل لحمه. هنسلق النهارده لحمه. حطيت كده معلقه صغيره من الزبده. حطيت مكعبات من اللحمة، طبعا اللحمة على حسب الكمية يعني. وهشوحها كده في الزبدة كويس قوي. وبعد ما اشوحها هبتدي ان انا اضيف لها بصلة وطماطماية. طبعا يعني اكيد انتوا عرفتوا طريقتي في ان انا في عمايل اللحمة، يعني انا بحب اشوحها قوي. بشوحها بتدي طعم حلو جدا جدا للشرب. باشوحها كده مع البصل والطماطم. هابتدي إن أنا أضيف لها مَيّة، ما ضفتش أي توابل ولا ورق لوري ولا أي حاجة لحد ما أتأكد إن الشوربة صافية معايا، ما فيهاش أي ريم خالص. أي حاجة موجودة بابتدي إن أنا أشيلها كده وأتخلّص منها، علشان دي بتخلّي الشوربة مش رايقة معايا. فإحنا أمّا بنتخلّص منها الشوربة بتبقى حلوة أوي. هاضيف لها ورق لوري حبهان. هاضيف كمون رشة كده بسيطة، ورشة من الفلفل الأسمر. ممكن طبعًا تضيفوا فلفل أسمر اللي هو الحصى. وضِفت الملح عشان هاعملها في حلة الضغط. أغطّي عليها بقى وأوطّي عليها وأسيبها تستوي. كان عندي صلصة محشي، طلّعتها كده زي ما حضراتكم شايفين، جاهزة جدًا، ما فيهاش بقى يعني مش محتاجة أي توابل ولا أي حاجة، كل حاجة محطوطة فيها. ضِفت فيها رز مصري مغسول كويس أوي، وصفّيته من المَيّة. هابتدي إن أنا أقلّبه. أنا باحب بقى إن أنا أشوّح الرز مع الصلصة كويس جدًا. طبعًا أكيد أنتم يعني خلاص حفظتوني. هاشوّحهم بقى كويس أوي، وبعدين في الآخر خالص هاضيف الخضرة. بعد ما باشوّح الرز كويس أوي باضيف الخضرة، علشان الخضرة مجرد إن أنا باقلّبها بس تقليبة واحدة كده، وباطفي على النار علشان الخضرة تفضل خضرا كده زي ما هي. بعد كده معايا ممبار. هنعمل النهارده بقى ممبار. الممبار ده أنا جِبته وغسلته، يعني نضّفته بقى من الأول والآخر كده، و نقعته كويس أوي. وباتأكد إن كل الممبار ما فيهوش أي حاجة مخرومة، يعني بالمَيّة كده